أخونا عدنان يقول: يا شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نجلس مع مجموعة من الشباب الذين ينتقدون بعض المشايخ ويقولون أنهم مبتدعة، من أمثال الشيخ عايض القرني أو سعد البريك والشيخ محمد العريفي، فهل يعتبر مثل هذا الفعل نصيحة؟ وهل هم فعلا مبتدعة؟ ابتلينا يا أخي ببعض أبنائنا اشتغلوا بتفريق الصف، وأشغلهم الشيطان بإخوانهم. نحن لا نعرف هؤلاء، يعني المذكورين في السؤال، لا نعرف عنهم إلا أنهم علماء أفاضل يحبون الله ورسوله، يحبون هذا البلد، يدافعون عنها، يعني هم من أعظم المدافعين عن هذا البلد ضد الطوائف المنحرفة. ولذلك بعضهم نال من أذى. الشيخ عايض الآن نال أذى بسبب دفاعه صحيح عن دين الله وعن هذا البلد. وهؤلاء الشباب الذين الله يصلحهم جالسين يبدعون الناس، هؤلاء أولا يا أخي أنهم ليس لهم عالم الآن يتكئون عليه. الحمد لله ما عندهم الآن أحد. يعني تشوف الآن من هو سيد العلماء عندنا هنا ما أكبرهم؟ سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح بن الحدان، كل هؤلاء براء من هذا الذين يبدعون الناس. أنا لا أعرف أحد من هؤلاء يبدع هؤلاء المشايخ. نعم. هؤلاء المشايخ. ولذلك شوف الآن يوم الشيخ عايض أصابه ما أصابه، نسأل الله تعالى أن يعيد له عافيته أحسن مما كان أول وينفع به. شوف الآن كلهم زاروه، سماحة المفتي وسماحة الشيخ صالح الفوزان وكل طلبة العلم. والملك الله يا رب يطول عمره ويبارك لنا فيه، اتصل عليهم مرتين الظاهر وهو هناك وارسل له طائرة خاصة. لكن هؤلاء أبناءنا يعني في قلوبهم مرض، انشغلوا بإخوانهم عن أعدائهم. يعني الآن تعرف نحن في هذا البلد الآن نرمى بمنجنيقات من الشرق ومن الغرب. صحيح. وهم الآن ينشرون عنا كذبا وزورا، الوهابية تعمل كذا والوهابية وكله كذب وافتراءات. وهؤلاء أبنائنا ما عمرهم تكلموا على هذه الفرق المنحرفة التي تقف في وجه عقيدة السلف المستمدة من الكتاب والسنة، بس جودهم في إخوانهم. يعني شغلهم الشاغل الآن إخوانهم، يبدعونهم ويحذرون الناس منهم ويتقربون إلى الله بأكل أعراضهم. هذه مصيبة يا إخواني، هذه مصيبة. لكن أبشرك الحمد لله أنه ليس لهم مكانة في المجتمع أبدا. هم يا أخي أغلبهم الله يصلحه تسمع مثل الفار يقرض ولا تشوفه أبدا. كل معنى يعني شغل نسأل الله العافية والسلامة في دهاليز خاصة يؤذون إخوانهم، وهذا والله أذى. لكن يعني علينا أن طلبة العلم أن نصبر عليهم وندعو لهم. والله يا أخي إننا ندعو لهم وإننا نرحمهم، لأنهم الآن مشغولين بأعراض إخوانهم ولا يعرفون الآن أن دولتهم هذه الدولة المباركة الآن تواجه افتراءات وكذب ويعني وتوجهات سيئة من طوائف متعددة. يعني نحن الآن إيران من أعدائنا، صحيح. حزب الله من أعدائنا، الحوثيين من أعدائنا، الليبراليين بعضهم الآن رافع رايته يناقضنا، بعض الآن الكتاب في أوروبا وغيرهم اللي لهم أصول منحرفة
صحيح. سواء كان في تصوف منحرف أو شيء، الآن يشنون علينا الحرب، وهؤلاء لا يأبهون بهؤلاء ويشتغلون بإخوانهم. هؤلاء الذين نفع الله بهم، يعني الشيخ سعد البريك الله يا رب يوفقه ويكثر من أمثاله. آمين. العام الماضي عدة مرات يمسك له 20 قناة، ثم ما شاء الله يصول ويجول في الدفاع عن دين الله وعن هذا البلد. صحيح. صحيح. ورأينا عدة مرات. وابو عبد الله عايض ليس دونه أيضا، ومنه الثالث الشيخ محمد العريفي، والشيخ محمد العريفي أيضا. ما عرفنا عنه إلا أنه مخلص لدينه ولوطنه وطالب علم ويدرس الآن في الجامعة. كل هؤلاء يعني، لكن سبحان الله نسأل الله تعالى أن يفتح على قلوب أبنائنا ويبصرهم بواقعهم علشان يدرون أنهم مستهدفين. هؤلاء إخواني يقومون الآن. نحن الآن الله قال لنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا سلام. نحن الآن لاقين فئات، مو فئة واحدة. صحيح. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. هذا لا يحبون النزاع والمشاكل. أخشى يا إخواني أن هؤلاء أنه يصدق عليهم قول الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. نحن الآن نريد أن نتوحد، نريد أن يكون يدا واحدة، نريد يا إخواني نبين للناس أن العقيدة السلفية عقيدة طيبة لا تكفر أحد. ترى منا بنكفر، ترى أننا ندعو. الحمد لله. شوف الآن هذه البلد لسان طيب، ما هي بتؤذي أحد ولا تشتم من غيرها، ويد خضراء. أي والله. أي والله صحيح. يد خضراء ولسان طيب. لكن عيالنا الله يصلحهم، لا يد خضراء ولا لسان طيب. الله يصلحكم. الله يصلح قلوبكم. نسأل الله يصلحهم يا شيخ، نسأل والله العظيم يا شيخ. أنا الحمد لله أنا لا أريد أن يعطيني أحد شيء، إني أدعي لهم إن الله يبصرهم بما ينفعهم. آمين يا رب العالمين. الله يا أخي هذا العيالنا والله ما نبي نخسرهم، والله ما نريد أن نخسر، لكن شو نسوي بهم. نعم. أحسن الله إليك. ولعل الشيخ أحيانا يا شيخ عبد الله نقول هذا من بيان الحق يعني وتبصرة الناس بالحق، وليس هناك أحد معصوم من الخطأ، والخطأ البين يرد، يعني ما أحد يتفق على الخطأ إذا وجد خطأ أو شيء. وعلماءنا الله يطول أعمارهم وأنتم من الشيخ عبد الله. ما في أحد معصوم، لكن الآن وصف الناس يا شيخ بالمبتدعة ترى ما هو سهل. صحيح والله. تحذير الشباب من مشايخهم الآن اللي يجمعونهم ويلمون الكلمة ويساعدون العلماء اللي إخوانهم مثلنا، يساعدوننا ويساعدون ولاة الأمر في جمع الشباب. ما في شك. هؤلاء يجب يا إخوان نتكاتف على مثل هذا الآن. نحن يا إخواني والله نتألم عندما نشوف واحد من عيالنا يعني أما راح من الشرق ولا من الغرب. نعم صح. نتألم نتأذى. نعم. أحسن الله إليك شيخ عبد الله على هالبيان الطيب.